السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة بتاريخ 19/9/2023 قفل المؤشر على 19,950 نقطة بصعود 1%. قيمة التداول كانت 3,200,000,000. عدد الأسهم التي تم التداول عليها كانت 217 سهم بصعود 69 وهبوط 117 سهم. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم التجاري 894 مليون، بعد كده بلتون 274 مليون، بعد كده موبكو 177 مليون، بعد كده هرمس 136 مليون، بعد كده مصر الجديدة 82 مليون. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع البنوك 29%، بعد كده الخدمات المالية 16%، بعد كده قطاع العقارات 14%، بعد كده قطاع الكيماويات 11%. النهاردة المؤسسات العربية والمؤسسات الأجنبية بقيادة المؤسسات الأجنبية كانوا شراء، والمؤسسات المصرية والأفراد المصريين كانوا بيع، بالإضافة إلى الأفراد الأجانب والأفراد العرب. طيب إيه اللي حصل في السوق النهاردة؟ المؤشر النهاردة وصل إلى 20,000 نقطة، وبالرغم من كده عدد الأسهم اللي نزلت أو اللي قفلت في المنطقة الحمراء أكبر وأكتر من عدد الأسهم اللي قفلت في المنطقة الخضراء. زي ما قلنا في البداية إن 117 سهم نزلوا أو هبطوا، و69 سهم فقط اللي صعدوا. طيب إيه تفسير ده؟ تفسير ده إن في تدوير كاش بيتم في السوق. لو احنا ملاحظين إن المؤسسات المصرية بقالها جلستين في حالة بيع، والمؤسسات الأجنبية في حالة شراء. ولو احنا ملاحظين ايضا ان بقالنا جلستين ان التجاري بيبتدي على هبوط او بيبتدي على تراجع 1% او 1.5%، بعد كده بيقفل الجلسة في المنطقة الخضراء. اللي بيحصل ان في تدوير كاش بيحصل في الجلسة، في نفس الجلسة بيحصل ان التجاري بيتراجع في بداية الجلسة، في الوقت اللي بيحصل في تراجع بالنسبة للتجاري بيتم تدوير الكاش في بقية الأسهم. في بعض الأسهم عليها مؤشرات إيجابية، رغم إن في أسهم كتير نزلت أو أسهم كتير قفلت في المنطقة الحمراء، زي سهم جهينة مثلا. سهم جهينة كان قيمة التداول عليه ضعيفة جدا، تقريبا ما كملش ال1,000,000 جنيه، وقفل في 14 جنيه 30 قرش تقريبا. هو بقاله فترة بيجمع ما بين ال14 وال14 ونص. فأنا شايف إن سهم جهينة من المؤشرات الإيجابية اللي ممكن تبقى فرص، أو من ضمن الفرص اللي هتبقى إن شاء الله نشطة الأيام اللي جاية، في ظل إن السوق عند 20,000 نقطة. أيضا بعض الأسهم اللي متماسكة زي سهم مثلا مدينة نصر أو سهم مدينة مصر. سهم مدينة مصر برضو مازال متماسك عند 3 جنيه 32 قرش، وده برضو إن شاء الله لما يكون في تدوير للكاش أكيد أو دخول للمؤسسات المصرية تاني للسوق، أكيد ده من ضمن الأسهم اللي هينالها فرص إنها تصعد وإنها تنشط مرة أخرى، زي ما قلنا في سهم جهينة. برضو في بعض الفرص إن وبعض الأسهم اللي قفلت على منطقة دعوم زي سهم ام جروب، قفل عند 4 جنيه 50 قرش تقريبا، ودي منطقة دعم وما قدرش يكسرها بقاله فترة، وهو بيتحرك في منطقة ما بين 4.50 وال4 جنيه 80 قرش. دي برضو من ضمن الفرص اللي موجودة في السوق حاليا. أنا شايف إن بيحصل تدوير للكاش في نفس الجلسة، وأنا شايف إن السوق صحي إلى حد ما. طبعا في بعض الأسهم اللي هبطت زي سهم النساجون الشرقيون، قفل على 15 جنيه 70 قرش ونزل إلى 15 ونص في الجلسة بهبوط تقريبا 4.5%.
ولكن في بعض الأسهم اللي ما زالت متماسكة اللي احنا ذكرناها من شوية، وبيحصل تدوير للكاش. والأكيد الأسهم اللي هبطت أكيد هتصعد تاني، لأن المؤسسات المصرية بقالها فترة، وكذلك الأفراد المصريين بقالهم فترة في حالة بيع. فعند دخول الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية أكيد الأسهم دي هترجع تنشط تاني. بس ده كان الفيديو النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وأنا هسيب لحضراتكم لينكات جروب الفيسبوك وجروب الواتساب تحت في أول تعليق في الفيديو. وأتمنى من حضراتكم الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، وشكرا جدا لحضراتكم.